البنت بتعيط رنيها علقه وهتسكت، الولد غلط اضربه علقه عشان يفوق. واضح ان موضوع هل الضرب وسيله للتربيه ولا فش غل عامل جدل كبير، وانا جاي دلوقتي علشان خاطر اوضح كام نقطه كده. اولا، اي حاجه انا بقولها لكم انا بعملها مع ابني قبل ما اقولها لكم. انا مش بقول كلام في الهوا ولا بقرا كتب واقعد انظر عليكم، وفي الاول وفي الاخر كل واحد بيعمل اللي يريحه. ثانيا، الموضوع انساني بحت. نفسي ان ابني يحترمني علشان بيحبني وبيحترمني لشخصي، مش بيحترمني علشان خاطر انا بعرف ارنه علقه. اقصد بيخاف مني مش بيحترمني، لانه لما يكبر ويطول ويبقى شحط كده مش هياخد مني القلم او العلقه ويسكت، لا هيمد ايده عليا، وساعتها قولوا لي انتوا بقى ايه الحل. الجيل ده مش الجيل اللي بيتضرب ويسكت ويحط راسه في الارض. الجيل ده هتضربيه هيضرب، هتشتميه هيشتم. عايزه توجعي الجيل ده بجد، احرميه من حاجه هو بيحبها، وانتي بذكائك كأم هتعرفي تحددي ده. نروح بقى لتعليقاتكم اللي انا بحترمها كلها حتى في اختلافها معايا، ومصره اني ارد عليها كلها. اللي رافضين الضرب وموافقين على كلامي ردي عليكم، ربنا يكملكم بعقلكم وبحنيتكم ويخلي لكم ولادكم ويثبتكم على مبدأكم. اما بقى اللي موافقين على كلامي لكن بيضربوا ومش عارفين يبطلوا لان هم مش لاقيين حل تاني، وتقريبا بيقولوا كده اصل العيال بيستفزوني ومش لاقي حل تاني غير كده، انا بضربهم بس بندم وبقعد اعيط بالليل. انا بضرب بنتي جامد وبقت جبانه وبتخاف من اي حاجه. ضربت ابني واعتذرت له، قال لي بس مش عايز افتكر اصلا ان انا هنت عليكي وان انت عملتي فيا حاجه زي دي. ردي عليهم طالما انتم مؤمنين ان الضرب غلط بلاش، واستخدموا معاهم وسائل عقاب تانية، ومحدش يسألني ايه لانها بتختلف من طفل للتاني. انتي كأم او اب عارفة ايه كويس اللي بيوجع ابنك او بنتك. ممكن جدا يوجعوا خصامك، وممكن جدا يوجعوا حرمان من فلوس او خروجه. اي حاجة هتعرفوا انتوا تلاقوها، لكن الضرب وسيلة سهلة لتسكين ألم المشكلة لكن عمره ما هيحلها. البنت بتعيط رنيها علقة وهتسكت، الولد غلط اضربه علقة عشان يفوق. ما هو مش هيفوق والبنت مش هتسكت، وهتفضل هي تعيط وهيفضل هو بيعمل نفس الغلط. اما بقى اللي معارضين لكلامي وشايفين ان الضرب هو الحل فده كان جزء من كلامهم. تعالوا نقرا سوا. الامهات بشر وانتي وامثالك بتضغطوا علينا بالفيديوهات دي. التربيه الايجابيه دي هي اللي خربت الجيل وطلعت عيال مش محترمه. ما احنا اتضربنا واتربطنا في رجل السرير واتكوينا بالنار وطلعنا كويسين وبنربي اجيال وبنحترم اهالينا. الكلام ده مش لعيالنا، ربنا يبعت لك واحد من عيالنا. واخيرا في حد رد عليا بحديث شريف مفاده ان الضرب لازم يبقى تهويش كده وكده مش ضربه جامده يعني. وحد تاني كتب بضرب بنتي عشان خاطر امنعها من الخطر، بتروح عند البوتاجاز وبتلعب في الكهرباء. نرد بقى واحده واحده كده على الكلام ده كله. الامهات بشر، وانا ما قلتش ان انا شمعة على فكره، ما انا بشر وبتعصب وبزعق وبعيط واصوت كمان عادي. لكن ان الفيديو بتاعي اللي انا بعمله لك علشان خاطر ما تضربيش ابنك او بنتك يوجعك اكتر من ضربك لابنك او بنتك ذات نفسهم، ما اعرفش بصراحه. انا مش بنادي بالتربيه الايجابيه ولا بقرا كتب الغرب وبقلدهم تقليد اعمى. انا بنادي بالانسانيه في التعامل مع نعمه ربنا علينا اللي هم ولادنا. الاستاذ اللي اتضرب واتربط في رجل السرير واتكوب النار وما عندوش اي مشكله ان هو يعمل كده مع ولاده، مش هقول لحضرتك غير حاجه واحده بس، فكر كويس في اللي انت بتقوله وهتلاقيه صعب قوي. اما الاستاذه اللي بتدعي عليا ان ربنا يبعت لي حد زي عيالها، هعتبر ان دي مجامله وهقول لك شكرا وهقبلها وهقول لك ربنا يخلي لك ولادك. اما بقى بالنسبه للحديث الشريف، انا مش في مكانه تسمح لي ان انا افسر حديث شريف واقول اذا كان الكلام اللي فيه ده متفسر صح ولا غلط. لكن لو حضرتك شايفه ان الضرب اللي هو التهويش اللي هو كده وكده واللي مش جامد ده هو اللي هيحل المشكله التربويه، براحتك جو اون. وبالنسبه للضرب من اجل الحمايه من الخطر، هو ينفع تحمي طفلك من الخطر من غير ما تضربيه؟ لان لو كان الضرب منعه من ان هو يروح للخطر او يعمله، ما كنتيش اضطريتي حضرتك انك تضربيه تاني، لان هو بيكرر الغلط هو تاني. واخيرا المحتسين اللي بيضربوا عيالهم وعيالهم بيضربوه وبيشتموهم وبيعلوا صوتهم عليهم، او بيضربوهم وعيالهم بيقولوا لهم اضربوا، ما عادتش فارقه. مش عارفه اقول لكم اي حاجه غير ان انتوا لازم تلاقوا طريقه تفهموا بيها اولادكم، وارض مشتركه تقفوا عليها انتوا الاثنين، عشان كده الموضوع بقى خطر.